وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أول شي خلونا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاني شي بتمنى من كل صبية دخلت جديد على الفيديو تشترك وتفعل زر الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد أنا بنزله. ويا صباح الخيرات صبايا، طمنوني عنكم إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. هلا هون مثل ما يكون شايفين كنت فايقة ومتنشطة. هلا هون هذا يومه كان يوم عطلة، عرفتوا ايه؟ ففقت هوني قلت خليني اعمل فنجان قهوة برا على البلكون. هلا انا بحب اعمل قهوة برا، هاد الغاز الارضي عن جد كتير بلزمني وبستعمله كتير، بس ليش بتكاسل؟ لانه بدي انقل الاغراض من برا لجوا، فهيك بتكاسل بلاقي بالمطبخ اسهل. بس اذا هيك كنت فايقة وعندي وقت ولسه يعني ما في عندي شغل كتير، لا بنقل بتم ساعة صبايا انا عم بجيب اغراض من برا لجوا، من جوا لبرا. ايه فقلت خليني اطلع اشرب هيك قهوة برا. وبتعرفوا هيك الجو ما شاء الله كتير حلو. والله هون الصبح بكير بكون شوي برودة، عرفتوا ايه؟ فيعني يكون هيك الجو كتير هيك حلو. يعني انا من النوع اللي بحب البرد اكتر من الشوب. الشوب بحس حالي كتير كتير بعصب لسه احكي. هون حبيت اعافلكم صوت اللي كان عم سمع نهار الجمعة، ما شاء الله صوته هيك كتير حلو. ايه فطبعا تعرفوا نهار الجمعة يعني شو يعني فول. هلا شوفوا، إيه لحالي هيك انه اجيب فول اكل، ما بصراحة بحس حالي ما بقبل يعني الا يكون معي حدا. فهون دقيت له لاخوي قلت له جيب لي فول عشان نفطر انا وياه كمان. ايه فهون حسب يعني هلا دقيت انا بدق تليفون للبيت بشوف مين الفاضي، فالفاضي بيجي لعندي. ايه فهون جاب لي الاغراض مثل ما انكم شايفين، وقمت هيك اجهز فطور. هلا انا بناتي ما بحبوا الفول بس بحبوا الفلافل. إيه لا انا بحب الفول اكتر، بس الفلافل بحب السندويشات الفلافل يعني بالمحل كتير كتير بحب هالأكلة. بس شلون بدي أقولكم، مو أي محل بحس بتطلع سندويشة الفلافل عنده طيبة. بس في محل هلا حاليا وين بتعرفوا وين؟ بتعرفوا عمو حميد محل أكل أكيد كلكم بتعرفوا. فهون بحارته بتدخلوا هيك لجوا في اسمه مشوار، هون عنده عن جد السندويشات طيبة. هلا أنا لأنش أنا بحب هذا المحل، لانه هو ما بكتر بقلبه خضرة وما بيعملها كتير سمينة. صبايا انا ما بحب الساندويش السمينة ابدا، يعني حتى البطاطا حتى انه الشاورما بحبها تكون انه هيك شلون بدي اقولكم تكون رقيقة، يعني ما تكون انه هيك سمينة. عرفتوا فهمتوا علي شلون؟ سبحان الله في عالم لا، انه اذا ما كانت سمينة انه هيك بتشبع ما بحبوها كتير. ايه وهون بعد ما خلصت ويعني فطرنا وخلصنا سويت قهوة كمان هيك عشان نشرب قهوة، وكان اخوي يعني بده يروح عنده كم شغلة. وكمان بدي اتشكركم على تعليقاتكم الحلوة الفيديو الماضي كتير، انه حبيتوا شكل ديكور الغرفة. سبحان الله عن جد وقت اللي واحد هيك بغير ديكور لو شي بسيط بتحسوا يعني. هلا انا حسيت حالي كأنه هلا جبتها للغرفة، مو انه غيرت شكلها وهيك. وبدي أقولكم شغلة صبايا عن جد الله في كتير هيك شغلات انا مجربتها. يعني مثلا مو شرط واحد انه تغيروا كل شي لحتى مثلا تحسوا انه غيرتوا.
فهمتوا علي؟ بالنسبة لديكور البيت، هلا أنا اللي ملاحظته وقت كنت بتركيا كان بيتي كمان كتير صغير. أنا محظوظة بالبيوت الصغيرة. عن جد كان عندي الصالون مجاله إنه ما بينحط غير إنه الديوانة وحدة بالصدر ووحدة على الحيط قدام بعضهم، ما ينحطوا. إنه أغير مثلا، أنا بحب يعني بحب مرة أعمل هيك مرة أعمل هيك، بتحسوا إنه تجدد شي بالبيت يعني لو ما يعني جبتوا شي جديد. بس إنه كان بيتي ما بصير غير هالمجال، وحتى غرفتي النوم كمان كانت ما بتصير إنه إلا يعني موديل واحد، ما بحسن أغير فيها شي أبدا، ما بتسع. فإيش كنت أعمل مثلا لما بدي أقوم أعزل؟ أكتر شي وقت التعزيل كان التعزيل الصيفية لتعزيل الشتوية. إيه مثلا بالصالون إيش أساوي عشان أحس حالي إنه غيرت؟ أجيب مثلا وش مخدات لون تاني مختلف عن اللون اللي قبله. يعني مثلا أنا كنت حاطة لون، هن كان ديواناتي فضي غامق كتير، أحط مثلا اللي جايبتهم معهم أنا أحمر، كان هيك مو أحمر أحمر يعني خمري. ايه مرة احط اصفر وقت اللي هيك اغير يعني انه اعزل. مرة احط اللون الصادا، كمان انا جايبت له انه لون مثل لون الديوانات صادا. اغير اللمباديرة مثلا. شلون بدي اقولكم، اجيب ساعة جديدة هيك احس مثل عادي صبايا. هو صح يعني انه شلون بدي اقولكم، اللي ما عايش بالبيت ما بحس انه غير، عرفتوا؟ بس اللي عايش بالبيت متعلم مثلا على هالشغلة، جبتوا مثلا شغلة تانية بتحسوا يعني بتغييرها. فمرة أحط مثلا لد ورا الشاشة، ورا طاولة الشاشة كمان مرة، إنه هيك شغلات بسيطة عن جد يعني ما مكلفة أبدا وبسيطة، بس مثل عادي أحس إنه البيت يعني البيت اتغير. يعني مو شرط واحد يتكلف ويغير العفش أو يغير شي كتير بالبيت لحتى يحس حاله، يعني إنه أكيد واحد ما له قدرة كل فترة يقوم يغير شي. مثلا بغرفة النوم كان كتير كتير عبقولكم المجال عندي ما بحسن أغير فيها شي، بس إيش أساوي؟ عن جد حتى لأحكي لكم شغلة، كان عندي يعني أنا بالعادة بالصالون بغير اللمباديرة، بغير هيك إنه كل فترة يعني مثلا كل سنة إنه أحس شي جديد بالغرفة النوم. كان حتى إنه هي كانت شلون بدي أقولكم الكومودينا صغيرة، وما يعني أحسن أحط اللمباديرة مثلا على كيفي. فكان عندي هاي اللمباديرة ضلت عندي يعني سنين ها. بس بتعرفوا إيش أعمل مثلا؟ بالصيف أحط لها للمباديرة ضو، يعني لمبة صغيرة مثلا لون موف، بالشتاء أحطها صفرة. أحط مثلا أحيانا بالصيف أرجع أحط لمبة زرقاء. يعني تخيلوا بس أغير اللمبة هاي الصغيرة أحس عن جد الغرفة يعني مثل عادة إنه تغير فيها شي. الإضاءة كتير كتير بتلعب دور. يعني عن جد صبايا انتو بس هيك مجرد تجيبوا نواسة صغيرة، تجيبوا تغيروا مثلا الإضاءة هيك، بتحسوا البيت كتير كتير بتغير معكم. يعني أنا هالشغلة كتير ملاحظتها إنه الإضاءة أهم شي. يعني حتى مو بس إنه بغرفة النوم بغرفة الصالون، حتى بالمطبخ، إنه هذا اللي تحت المجلة اللي بنحطه نحن. لما مثلا بتركيا كل كمان أعزل أحيانا مرة حطيت ضوء شلون بدي أقولكم، حطيت نص أزرق ونص أصفر. كمان الصبايا عطى ضوء كتير حلو فترة. مرة حطيت بس أبيض، مرة حطيت أصفر لحاله. يعني هيك بس هيك شغلات بسيطة بسيطة ها، بس تغيير الإضاءة يعني تلاقوا إنه كل شي هيك يتجدد، نفسيتكم تتجدد، عرفتوا؟ يعني مو شرط واحد التكلفة اللي كتيرة. فأنتوا كمان هيك إذا ما عندكم مجال تغيروا شي، بس هيك غيروا شغلات بسيطة، الإضاءة هالشغلات هاي، وش المخدات، بتلاقوا مثل عادة إنه حسيتوا بتغيير وهيك بتتجدد. يعني سبحان الله إنه نحن النسوان وقت اللي يعني بتجدد شي بالبيت لو هيك شي بسيط نفسيتنا بتتغير. يعني عن جد مثلا إذا لكم شغلة، إذا أنا هيك يعني وقت اللي كنت عم بعزل وهيك، بتصدقوا حتى إنه على الطبخ يعني أحس حالي بالزور هيك أقوم أطبخ، إنه لأنه مضطرة، ماني هيك إنه متحمسة وهيك. بس وقت بكون إنه مرتبين البيت ومنظفينه وهيك مجددين فيه، سبحان الله حتى يعني بتجيكم هيك طاقة. اي والله الحمد لله رب العالمين على كل حال. بس هيك حبيت يعني انصحكم انه بهالشغلة، انه شغلة الاضاءة كتير كتير بتلعب دور. حاولوا هيك انتو يعني
اللي ما له مجال انه تغير كل شيء، بس غيري الإضاءة وشوفي شلون البيت عن جد راح يقلب قلب معك. ويعني بعده شوي عن الإضاءة البيضاء هلا، لأنه أنا يعني ما بحبها بس وقت اللزمة، مثلا وقت ناكل في عنا حدا بالبيت، بس إنه أنا بالبيت هيك لحالي أشغل ضوء أبيض يعني مستحيل تصير. يعني بتحسوا هيك شو بدي أقولكن، الإضاءة الخفيفة بتعطيكن هيك، يعني بتعطيكم كنكنة. ما بعرف إذا فهمتوا علي إيش يعني كنكنة، بس هيك بتعطيكم إنه جو حلو، عرفتوا يعني. ما هيك تكون إضاءة عالية بالبيت، ما بعرف، هيك أنا عم بحكي عن رأيها، إنه بحس هيك بيعطي جو أحلى بالبيت من الإضاءة القوية. وهون مثل ما انكم شايفين كنت بدي أعمل لحمة بالصينية. هلا هي أنا عملتها عند القصاب، الفرمة، البقدونس، بصل، فليفلة خضرا وحمرا بقلبها، كتير كتير بتطلع طيبة، بس بدها تكون الفرم كتير ناعم. يعني هلا انتو اذا عندكم هي اللي بتفرم الخضرة بتعملوها بالبيت، بس انا ما عندي، واكيد يعني ما بعرف افرم هالفرم هذا الناعم كله. عم بعمله عند القصاب وقت اللي منجيب لحمة، هيك عم بعملها بتطلع كتير طيبة. وهلا هون يمكن شفتوا انه انا كترت كتير خضرة فوقها، يعني هي ما بدها كل هاد، بس صبايا انا يعني وقت اللي بعمل لحمة بالصينية ولا هيك بحب طعمة الخضرة كتير كتير أكتر. يعني هلا شوفوا بالفيديو هلا وقت اللي بخلص أكل، إنه شوفوا شلون إنه أنا أكلت الخضرة بس، واللحمة يعني عيفتها إنه بس أكلي قطعة منها. سبحان الله، الناس أذواق يعني. هلا بقولوا كل ما تشتهي نفسك والبس ما يليق بين الناس، يعني خلص واحد اللي بتحبه نفسه بتاكله. يعني في عالم يمكن يشوفوا هاي الكمية الخضرة اللي حطيتها كتيرة فوقها. حتى أحيانا وقت اللي مثلا إذا بدي أعمل لحمة إلها بقدونس أو هيك، اللي مثلا بنقليها وبنحط البقدونس بنفرمه فوقها كمان، أنا يعني بحب تكون بقدونسة كتير. في عالم لا، إنه مثلا ممكن نص بقى بس يعني إنه يقبلوها. فلا أنا يعني هيك من هالنوع، عرفتوا يعني. بحب الخضرة البقدونس فوق اللحمة أكتر من إنه اللحمة هيك على حالها. هلا هون مثل ما كنتم شايفين ما أنا مبينة اللحمة تحتها، قد أنا ماني مكترة خضرة، بس مثل ما عبالكن يعني إنه هيك بنحب. الحمد لله رب العالمين، هلا كله نعمة الحمد لله. وهلا كمان هون في صبايا سألوني إنه على ورق الزبدة منين عم بجيبه. يا صبايا هدول رولات، هلا بيان عندي يمكن انا رولتين تقريبا هدول. وقت اللي جوزي بعتلي غراض يومها من تركيا، تتذكروا هاي الكرتونة اللي بعتلي اياها، كان بعتلي معهم انه ثلاث علب هدول ورق الزبدة من البيم، عرفتوا. هاي يومها كمان انا قلت له انه في هوني، طبعا في، بس انه ما جربت النوعية انه اذا كويسة ولا لا يومها. فهو كان يعني بيعت لي اياهم مع الغراض، ما بعرف اذا يوم صورتهم ولا لا، بس انه هدول يعني من تركيا، عرفتوا. هلا شايفين هون انه عم بفرجيكم انه طلعوا انا اكلت الخضرة وانه ضلت اللحمة. ايه والله كتير يعني طعمة الخضرة هيك بالفرن، الفليفلة، البندورة، البصل، كتير انا بحبها هيك طعمتها، عرفتوا يعني. حتى احيانا بتعرفوا ايش بساوي، بس بحط هي الخضرة مثلا اذا ما عندي لحمة، بحط الخضرة هي ومثلا بتبلها وبحطها بالفرن، ما بعرف هيك، وأقمرة كمان، يعني أقمرة شوي، كتير بحسها بتطلع طيبة.
هلا هون حبيت أعرفلكم صوت الجلي لأحلى شي في صبية جد ضحكتني وقت شفت تعليقها أول ما نشرت من فيديو هني يمكن حطت لي إنه ما فيه جلي المقطع ما عجبه. سبحان الله كل صبية يعني إنه بكون ذوقها شكل، في صبايا بحبوا المشتريات، في صبايا بحبوا إنه فقرة الجلي، في صبايا مثلا بحبوا الطلعات حسب، بس أنا بحاول يعني قدر الإمكان إنه مثلا أعمل من كل يعني من كل شو بدي أقولكم من كل إيش بقولوا كل المقاطع أيوة، إنه أعمل جلي مثلا، أعمل طلعة من البيت، أعمل مشتريات حسب هيك، يعني بحب إنه إن شاء الله هيك يكونوا كلياتكم هيك إنه عم تشوفوا مقاطع بتحبوها. هلا هون كمان إن شاء الله هون عم بفكر إنه بما إنه هيك خلصت التعزيل والبيت وهيك، هلا شوفوا أنا عزلت شفتوا المطبخ والغرفة النوم كي يعني عذبت البيت كله، بس الصالون يعني عفته لوقت عزلت شو بدي أقولكم نص الحيطان، وإن شاء الله بس يعني وقت اللي بجيب الصالون بعمل له يعني بعمل الحيطان من فوق عرفتوا، لأنه شفته هو فاضي يعني ما بده شي. ايه بقى هلا ان شاء الله هيك بما انه خلصت شغلي بالبيت وهالامور هاي رح بلش بقى انزل. هلا انا يعني مثل ما قلت لكم من قبل انه شفت كل الموديلات، انا تفرجت عليهم، شفت وقت اللي اختي كانت كمان عم تشتري هي لصالونها، فانا يعني شفت الاسعار شفت الموديلات اعتمدت يعني، بس طبعا بدنا نعمل اخر فتلة وبعدها ان شاء الله انزل يعني خلص انه اختار بقى الصالون واللون اللي بدي اياه وهالأمور هاي، يعني إن شاء الله هلا هيك هاليومين 3 نازلة، هن تقريبا بطولوا تقريبا أسبوع ل10 أيام تقريبا. ايه فإن شاء الله هيك هالفترة يعني خلصت بما إنه شغلاتي رح أنزل وأخلص بقى الصالون بإذن الله إذا الله أحيانا. وهلا هون بعد ما تغديت وخلصت إيه كمان رجعت دقيت لأخوي بما إنه كان اليوم هذا عطلة، فدقيت له قلت له إذا فاضي تعا خدني هيك نشرب قهوة ندور شوي مليت. ايه فالله يعطيه العافية قال لي هلا بخلص يعني شغلاتي كان مع رفقاته وبجي باخدك شوي. لا أحلى شي هون ما عرفت لكم الصوت الأصلي لأنه ضجة، أنا إيش عم بقول له مو تاخدني يعني تأسرع فيني خلص امشي على مهلك لوقت ما نروح ونرجع. ايه والله فنزلت هيك قلت كمان البنات بغيروا جو، شربتن هن عصير وانا واخوي شربنا قهوة هيك فتنا شوي كمان نغير جو، يعني مو شرط واحد يطلع بس وقت اللي بده يجيب اغراض، يعني هيك نزلة خفيفة هيك شغلة ساعة بغيروا جو كمان البنات ويعني حتى انا كمان. ايه والله والحمد لله رب العالمين على كل حال، ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وحبيتوه وتسليتوا، واستنوني ان شاء الله تعالى في فيديوهات جديدة وروتينات جديدة، بحبكم كتير، سلام.